للأسف احنا لازم نعترف بأن احنا مرينا في مرحلة، ومن نتائج المرحلة هذه كانت ان الانتخابات التكميلية، وناس دخلت وأصحاب مصالح ونفوذ قيدوا صلاحيات المجلس. الآن موضوع أن هل أنا أقدر إذا أنا دخلت الآن أستاذ أبو حمد أو الجماعة أو أي شخص، هل أنا أقدر أوعدكم أن أنا إذا دخلت المجلس راح أغير القانون وأسوي بدال الثلثين 5، أو أن نقدر نسائل فلان وفلان؟ أنا أشوف فيها صعوبة، لأن الكتل أو النواب الموجودين في الدوائر الثانيين كل واحد له توجه وكل واحد له سلك معين، وبعضهم الآن الصورة واضحة أصحاب مصالح ونفوذ يدعمونهم. فهل إحنا إذا قدرنا ندخل، أعتقد كان في قانون اللي كان اعترض عليه شخص واحد باسم العطيش، هم عدل علي العطيش، الوحيد اللي اعترض على قانون واحد، شخص واحد فقط مقابل 39. فهاي شنو يقدر يسوي؟ هل يقدر يغير القانون؟ أشوف أن المجلس مقيدنا، حتى لو احنا دخلنا ما نقدر نوعدكم أننا نعطيكم الشمس في إيد ولا القمر في إيد، لكن نتكلم بشفافية بأن احنا نسعي مع النواب الثانيين أن نرفع هالقيود هذه، وينظر في القوانين اللي سنوها واللي ربطوا فيها أيادين، والله المستعان. أستاذنا محمد المرباطي، شنو تعليقك على هذا الموضوع؟ موضوع ضعف النواب أو ضعف المجلس النيابي، أنا في اعتقادي أن أي سلطة، أي دولة من مصلحتها أن يكون لها سلطة تشريعية قوية. السلطة التشريعية وظيفتها بالأساس إدارة الأزمات، إضافة للتشريع والرقابة إدارة الأزمات. السلطة التشريعية في البحرين حققت فشل ذريع في عدم القدرة على إدارة الأزمات. البحرين تواجه أزمات كثيرة، أزمات مجتمع البحريني مأزوم، مقسم طائفيا ومقسم عنصريا. المجتمع البحريني لا يملك الهوية الوطنية، يملك الهوية الطائفية، هوية سنية، هوية شيعية، هوية عجمية، هولية، وقد تصل إلى أيضا العوائل، ولم يصل إلى مستوى تحقيق الهوية الوطنية. عندما تتحقق الهوية الوطنية تنتفي كل هالمشاكل هذه. وهذا الموضوع أنا أتصور مهمة أي مواطن أن ننفي كل شخص يحاول تمزيق هذا المجتمع. فإذا المجتمع ممزق معناته أن قوة المجتمع تكون ضعيفة. هناك النائب 41، قد يكون قليلين الذين سمعوا بالنائب 41. النائب 41 هو المواطنون. المواطن من حقه، هناك مخصص له مكان أن يذهب ويساهم في طرح ما يجوش في خواطره. طبعا ضعف النائب، في نواب كانوا أقوياء في دورة 2006 كانوا نواب فطاحل وأقوياء، ما كانوا ضعفاء، لكن لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. قالوا إحنا مجرد صوت، قالوا إن المجلس النيابي ظاهرة صوتية، وفعلا ظاهرة صوتية، وأنا أكد على هذا الموضوع. كيف هو الحل؟ الحل يبدأ من الإنسان الذي يصوت، ومن ثم أيضا يجب أن يدرك آلية هذا المجلس. نبدأ من النظام الانتخابي. النظام الانتخابي في البحرين غير سليم، يجب أن يتغير. احنا عندنا النظام الانتخابي في مجتمع لا زال يعتبر من المجتمعات المتخلفة، نظام انتخابي مباشر. احنا من مصلحتنا أن يكون غير مباشر. الموضوع الآخر أيضا ثنائية السلطة التشريعية، مجلس شورى ومجلس نيابي. المجلس النيابي يستمد سلطته من الناس. أنا لما أمنح المرشح صوتي معناته منحت السلطة،
باعتباري أنا جزء من مصدر السلطات. ولكن من منح السلطة للمجلس الشورى؟ المجلس الشورى يشرع وأيضا له صلاحية بنفس مستوى المجلس النيابي، وهو معين، وهو يعبر عن إرادة ملكية ولا يعبر عن إرادة شعبية. وهذا يعني أن المجلس، مجلس الشورى ب40 شخصية تواجه 40 شخصية يفترض أن يكونوا يمثلون الشعب، لكن هذا لم يحدث. قضايا الأخرى قضية الآلية، صح أن أنا من حقي أن أسأل، لكن أنا من حقي أن أسأل سؤال واحد في الشهر، وهذا السؤال أيضا أتقدم بطلب كتابي إلى رئيس مجلس النواب ولرئيس مجلس النواب الحق أن يقبل أو يرفض قضية الاستجواب وطرح الثقة. طبعا هي فيها صح أنها هي بسيطة، 10 ممكن يطرحون، لكن يجب أن يصوت 2 أعضاء المجلس. قضية التعديلات الدستورية، التعديل الدستوري عملية للمراقب اللي ما يعرف بواطن الأمور، بسيطة جدا. 10 يتقدمون بطلب تعديل الدستور. أستاذ محمد كان تختصر لأن طاف الوقت وعندنا أسئلة كثيرة فما نبي نتأخر. 10 يطرحون، هذا خلاص يعني يطرح الموضوع، لكن كيف ينفذ باجتماع المجلس الوطني وأغلبية الثلثين؟ هذا مستحيل، يعني هذا ولا في الحلم أيضا أن المجلس الوطني يجتمع، يعني مجلس الشورى ومجلس النواب والثلثين يصوتون على تعديل دستوري. فاحنا امام اشكاليه. انا اعتقد من البدايه يجب ان يتوجه النائب الى تعديل آلية المجلس النيابي. وشكرا. شكرا.